إن هذا التطور الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده جاء ثمرة لمجهودات كافة مكونات الأسرة الكروية وإسهاماتها المشهودة في عملية إعادة الهيكلة ووضع أسس تنظيمية جديدة لمختلف مكونات المنظومة الكروية الوطنية. وأقول بأننا نسعى دائما إلى جعل اعتماد المعايير الدولية تثبيتا وتحولا راسخا لثقافة واقعية تدمج وتمكن من إدماج مختلف هذه الثقافات في هوية كرة القدم المغربية.